من الماتشات القليله جدا اللي شفتها فيها ميس باص كتير جدا جدا في الفرقتين. يعني تكاد كل فرقه مش عارفه تباص 4 مرات او 5 مرات. ده دليل قاطع ان يا اما الصيام مؤثر على المستوى او على العلاقه الذهنيه، او اللعيبه خايفه من المراكز، يعني ده خايف ينزل ده خايف يخسر، فالامور كلها شائكه، مش عارفين مين الفرقه اللي تقدر توصل للمرمى بسرعه. كلهم بيعتمدوا على نانا او احمد رؤوف الكرات الطويله ولوحده. صحيح. حتى عشان قلنا حتى الثلاثه اللي هم الافضل بالنسبه للشرطه مش قادرين يساعدوا بالقدر الكافي راس الحربه بتاعهم. نعم. كابتن علاء، يعني يمكن اتكلمنا في بدايه المباراه عن صلاح حريق ومحمد باسين وخالد الغندور، واتكلمنا في الناحيه الاخرى بين احمد ياسر ومحمد خليفه والثلاثي الاخر. ما شاهدناش حتى اللي كان ذكر الكابتن محمد صلاح في البدايه، مش ماشي عاشور الادهم بيضغط، عاشور الادهم بيوصل كل من احمد ياسر ومحمد خليفه واحمد رؤوف، كلها كما ذكر الكابتن محمد صلاح كلها كرات طوليه. هو واضح طبعا من خلال الشوط الاولاني اللي هو يعني بعتبره يعني مستوى من لا يليق باسم فرقتين كبار زي المصري واتحاد الشرطه. لكن واضح ان في تعليمات الارتداد، يعني سواء الهجمه بتبقى على النادي المصري كلهم بيرتدوا لنص الملعب باستثناء احمد رؤوف، ونفس الكلام اتحاد الشرطه. فمفيش مساحات يتلعب فيها. طبعا ده خوفا من النتيجه، خوفا من ان فرقه تبقى مثلا يجي فيها جون يتصعب الموقف. ففي التزام، لكن التزام مؤدي الى سلبيه في الاداء وسلبيه في النتيجه. طبعا عارفين اللي هي 0-0، لكن اما مش